الجزء السابع من الباب الأول من كتاب لأ بطعم الفلامينكو لدكتور محمد طه. واحد صحيح. أرجعت مقعدك للخلف؟ ربطت حزام الأمان؟ طيب، أنت ليك كام شخصية؟ في منك كام صورة؟ عندك كام نسخة؟ كام مرة بتكون في مكان ما بشخصية وفي مكان تاني بشخصية مختلفة تماما؟ بتكون مع ناس معينين بصورة ومع ناس تانيين بصورة غيرها خالص. في موقف ما بتطلع نسخة منك، وفي موقف آخر تطلع منك نسخة قد تكون عكسها في كل شيء. بلاش انت. مين من الناس اللي تعرفهم بتحس انه عايش بكذا وش، بيتلون بأكتر من لون، بيغير جلده كل شوية؟ في أحد مشاهد فيلم سبليت بيجلس بطل الفيلم دينيس أمام معالجته النفسية المخضرمة في لحظة صدق وبصيرة نادرة، ويقرر إنه يفتح لها بير أسراره ويقول لها: دينيس، أريد أن أحدثك عن كيفن وماذا فعلت به أمه. أنا أتذكر كل ذلك. المعالجة: أنا سعيدة لأنك أصبحت منفتحا فجأة. دينيس: كانت أمه تمتلك العديد من الطرق المؤذية في العقاب منذ أن كان سنه 3 سنوات. المعالجة: هل كان هذا وقت أول ظهور لك؟ دينيس: نعم. الطريقة الوحيدة لتجنب عقابها كانت جعل كل شيء مثاليا. في الحقيقة دينيس كان هو كيفن، اللي نتيجة معاملة أمه القاسية قرر بشكل غير واعي إنه يصنع لنفسه شخصية جديدة تتصف بالجمود والدقة والمثالية الشديدة علشان يحمي نفسه من أذاها. كيفن ما تحولش لشخصية جديدة، كيفن صنع شخصية جديدة غيره، بتظهر أحيانا وتختفي أحيانا أخرى، بتتوجد في مواقف وما تتوجدش في مواقف غيرها. هو أصبح مصابا بما نسميه اضطراب الشخصية المتعددة، أو بلغة أبسط انفصام الشخصية. كيفن بقى فيه من نسختين: كيفن الطفل المأذي المجروح، ودينيس الشخص الجامد المثالي. وعلشان الجرح كان عميق والأذى كان كبير، هو ما كانش عنده شخصيتين بس، كيفن كان عنده 24 شخصية غير بعض، كل واحدة منهم بتطلع في وقت من الأوقات علشان تدافع عن كيفن الصغير الجريح. كان في منهم هيدويك الشاب المراهق المتهور، كان في منهم باتريشا السيدة الحازمة الصارمة، وكان في الرجل الوحش اللي ظهر في نهاية الأحداث علشان ينتقم من الجميع بأبشع الطرق. مرض اضطراب الشخصية المتعددة Multiple Personality Disorder من الأمراض النفسية الغريبة والمثيرة للاهتمام، واللي تناولتها كتير من الأعمال الأدبية والفنية، من أول دكتور جيكل ومستر هايد لغاية هايد اند سيك وبلاك سوان وسبليت وفايت كلوب، مرورا طبعا ببئر الحرمان. هنا المريض بيكون عنده أكتر من شخصية، في العادة شخصيتين، واحدة منهم بتكون غالبا عكس التانية بالظبط. يعني شخصية خجولة وشخصية جريئة، شخصية ضعيفة وشخصية قوية، شخصية منظمة وشخصية عبثية، شخصية مؤدبة وشخصية غير مؤدبة على الإطلاق، وهكذا. مش بس كده، ده ممكن كل شخصية فيهم يكون ليها سن غير التانية. يعني المريض وهو في الشخصية الأولى يتكلم بلسان وصوت وحركة طفل عنده 6 سنين، وفي الشخصية التانية يتكلم بلسان وصوت وحركة واحد عنده 30 سنة. برضو مش بس كده، ده بيحصل كتير إنه يكون في تغييرات بيولوجية جسدية بين الشخصيتين. يعني شخصية فيهم يكون مقاس نظرها 6/6، والشخصية التانية مقاس نظرها 6/36. شخصية فيهم يكون عندها حساسية صدر، والشخصية التانية ما عندهاش. شخصية فيهم يكون ظهرها محني أثناء المشي، والشخصية التانية ظهرها مفرود وده يديها طول وعرض أكتر. إحنا بنتكلم عن 2 بني أدمين غير بعض عايشين في نفس الجسم. وطبعا ممكن شخصية فيهم تكون متجوزة ومخلفة، والشخصية التانية عزباء ومضربة عن الزواج. شخصيتين ما يعرفوش أي حاجة عن بعض، كل شخصية فيهم ليها حياة منفصلة ودوائر مختلفة وأصدقاء وأماكن وحكايات وتاريخ غير التانية. علشان كده بيكون عند كل واحدة فيهم فترات زمنية منسية تماما، وأحداث تندهش لما حد يحكي لها عليها كأنها ما كانتش موجودة، لأنها بالفعل ما كانتش موجودة، واللي كان موجود حد تاني.
ده مختلف تماما عن تركيبة الطفل والراشد والوالد الطبيعية اللي موجودة داخل كل واحد فينا، واللي اتكلمت عنها بالتفصيل في كتاب علاقات خطرة. المفاجأة بقى إنه زي ما في مرضى عندهم شخصيتين، في مرضى عندهم 3 أو 4 أو 5 شخصيات، لدرجة إن في حالة مشهورة لشخص اسمه كاميرون ويست كان عنده 24 شخصية غير بعض، منهم ولد صغير اسمه كلاي سنه 9 سنوات. كاميرون ويست ومراته ظهروا في برنامج أوبرا وينفري سنة 1999، وظهروا معاها تاني في 2014. اضطراب الشخصية المتعددة موجود في نسبة 1 إلى 3% من البشر، تبعاً لآخر بحث عمله سبيجل سنة 2011. لكن في الحقيقة وبشكل ما كل واحد فينا جواه شوية شخصيات غير بعض. أي نعم ما وصلتش لدرجة مرض واضطراب وانفصام، بس انت نفسك تقدر تشوف بوضوح ازاي بتكون مع فلان غير مع فلان، في المكان ده غير في المكان ده، وسط الناس دول غير وسط الناس دول، في الموقف ده غير في الموقف ده. بفتكر شيرين لما وصفت الحكاية دي بكل بساطة وهي بتقول: أنا كتير، أنا 1000 حاجة على بعضها في حاجة واحدة، أنا واحدة عايشة لوحدها مش حاسة واحدة، في ضحكي حزن غريب قوي وفي حزني ضحكة. طيب هو إيه اللي ممكن يعمل فينا كده؟ إيه اللي ممكن يخلي حد مننا كتير؟ إيه اللي يضطرني إني أعمل نسخ تانية غيري أواجه بيها العالم وأتعامل بيها مع الناس؟ الكلام بيقرب منك شوية مش كده؟ طيب تعال نشوف علم السايكوباثولوجي بيقول لنا إيه. قدام أي صدمة نفسية بتتعرض لها بيكون عندنا عدة فرص واحتمالات. الاحتمال الأول إن مقاومتنا النفسية تقدر تتصدى ليها ومناعتنا الذاتية تقف قصادها ونقدر نواجه الصدمة ونتجاوزها. الاحتمال التاني هو إننا نفضل في حالة خناقة داخلية مستمرة مع الصدمة دي، ندخل حرب نفسية شعواء فيها أسلحة وهجوم ودفاع وكر وفر، وده يظهر علينا في شكل أعراض وأمراض عصابية زي الاكتئاب والتوتر والأمراض النفس جسدية وغيرها. الاحتمال الثالث هو إننا نتراجع ننقص عدة خطوات للخلف ونتقهقر في تاريخ نمونا النفسي لغاية ما نوصل لأكتر فترة كنا حاسين فيها بأمان وراحة واستقرار ونقف عندها، وده ينتج عنه أعراض ذهانية زي الفصام والضلالات والكاتاتونيا وغيرها. في بقى احتمال رابع عجيب جدا، وهو إننا نحاصر الصدمة دي جوه عقلنا ونحتجز الجزء المصدوم المجروح فينا ونخفيه داخل أعمق مكان داخلنا علشان نحمي نفسنا من الألم وشدته. خلينا اديك أمثلة. واحد شاف حادثة على الطريق، شاف مناظر الموت والدم والجثث، ما قدرش يستحمل، فعقله قرر دون قصد منه إنه ينسى كل اللي شافه ويعتبر اللي حصل كأنه ما حصلش، ويركن هذه الخبرة على أحد أرفف نفسه وتتعامل معاها ذاكرته كأنها لم تحدث. بنسمي ده فقدان الذاكرة الانشقاقي dissociative amnesia، بمعنى إن جزء من عقله انشق عن باقي الأجزاء وانفصل عنها علشان يحمي صاحبه من الألم الشديد والصدمة الموجعة اللي ممكن تؤدي بيه إلى الاكتئاب أو الجنون أو حتى الانتحار. في بقى شكل تاني من أشكال الانشقاق، وهو إن الشخصية دي كلها اللي شافت الحادث واتألمت فيه تنفصل جزئياً عن وعي صاحبها وتنزوي في ركن ما داخله، ويطلع جنبها شخصية تانية مختلفة ليها اسم وتاريخ وذكريات أخرى وليها صفات وخصائص جديدة أقوى وأجمد وربما أقسى، وده يبقى اسمه dissociative identity disorder أو اضطراب الهوية الانشقاقي، اللي هو الاسم التاني لاضطراب تعدد الشخصية. ده برضو بيحصل أحيانا مع بعض البنات اللي بتتعرض للإساءة الجنسية أو الاغتصاب في سن صغيرة، فيضطر وعيها إنه يتقسم نصفين، نصف فيه شخصية الطفلة الصغيرة اللي استغلت أو اغتصبت، ونصف فيه شخصية تانية غيرها قد يكون هدف وجودها هو الانتقام من كل رجال العالم، وتتبادل الشخصيتين الحياة بشكل لا تعلم عنه صاحبته نفسها شيء. طريقة صعبة جدا وذكية جدا بيستخدمها العقل للحفاظ على صاحبه من الانهيار النفسي التام بإنه يفكك بعض أجزائه. تمام كده؟ وضحت الصورة؟ تمام. تعال بقى
بعد ما شفنا إزاي صدمة نفسية ممكن تخلق داخل حد شخصية أو شخصيات مختلفة يتقمص إحداها من حين لآخر بشكل مرضي وغير طبيعي، تعال نرجع مع بعض عندك وعندي ونشوف العيلة اللي جوه كل واحد فينا. أيوة، العيلة اللي جوه كل واحد فينا، أو ما يعرف حديثاً بنظام العائلة الداخلية. نظام العائلة الداخلية Internal Family System هي نظرية ابتكرها عالم النفس الأمريكي ريتشارد شوارتز في أواخر القرن الماضي، وقدم من خلالها طريقة جديدة لفهم النفس البشرية عند الأصحاء وغير الأصحاء. وهنا بقى هنبدأ أنا وإنت نبص جوانا شوية. كل بني آدم بيتولد بتكوين نفسي فطري طبيعي، سبيكة خام نقية من أي شوائب، عدا طبعا بعض الفروقات والاستعدادات الجينية. ناس بتسمي التكوين ده الفطرة، ناس تسميه النفس الحقيقية، ناس تسميه الطفل الحر، وكلهم بيوصفوا نفس التركيبة الأساسية الأصلية الموجودة فينا كلنا. التركيبة دي لما تبدأ تحتك بالعالم وتواجه الحياة ممكن تتعرض لبعض الصعوبات والصدمات النفسية اللي ممكن تجرحها أو تتسبب في أذيها، لكننا بنحاول نتعامل مع ده ونتصدى ليه بطرق مختلفة. بس اللي بيحصل في بعض الأحيان هو إن الجرح يكون عميق والألم يكون شديد بدرجة قد تفوق قدرتنا على الاحتمال والمقاومة. ساعتها بيضطر عقلنا إنه يتدخل بطريقة مختلفة علشان يحفظ التركيبة دي من الانهيار. عقلنا بيقرر إنه ينقذ الجزء المجروح جوانا ويمنعه من التعرض لمزيد من الخطر والألم بإنه يبعده عن بؤرة الأحداث شوية، ويعزله في مكان آمن لوحده ويحيطه بمجموعة من الحراس الأشداء والمدافعين الشجعان اللي يقدروا يتولوا مهمة حمايته والذود عنه. بيسموا الجزء المجروح اللي بيتم عزله إكسايل أو الجزء المنفي، وبيسموا مجموعة الحراس والمدافعين دول Firefighters ومانجرز أو المديرين والإطفائيين اللي مهمتهم يكونوا Protectors أو حماة. المديرين والإطفائيين دول فيهم شوية شبه من الشخصيات البديلة اللي بتطلع لما الشخصية الأصلية تكون في خطر، بس دول بقى مش شخصيات بديلة، دول أجزاء داخلية موجودة جوانا كلنا. يعني الجزء الغاضب اللي بيطلع منك في بعض المواقف هو أحد الإطفائيين اللي مهمتهم الحفاظ عليك من أي إساءة أو إهانة. الجزء الخايف والقلقان هو أحد المديرين اللي بيتولوا قيادة دفة نفسك أحيانا علشان يجنبوها أي سوء أو مكروه. الجزء الدقيق المهتم بالتفاصيل هو برضو أحد المديرين اللي بيقودوا شخصيتك تحت بعض الظروف علشان يبعدوا عنك أي مفاجأة غير محسوبة أو عقاب غير مأمون. مفيش حد فينا مفيش جواه جزء مجروح، مفيش حد فينا ما اتصدمش أو ما تخذلش أو ما تخنش، مفيش حد سليم وقويم ومعافى بنسبة 100%. كل واحد مننا وبشكل طبيعي عنده المديرين بتوعه والإطفائيين خاصته والجزء أو الأجزاء الجريحة داخله. أمال إمتى تحصل مشكلة؟ تحصل مشكلة لما أحد المديرين أو الإطفائيين دول يلعب دور في وقت غير مناسب أو لفترة أطول من اللازم أو بشكل مرضي وغير صحي. يعني الجزء الغاضب منك يبقى هو اللي مسيطر عليك والظاهر في معظم تعاملاتك سواء عن حق أو عن غير حق، أو إن الجزء الخايف يتولى قيادة أمورك بمفرده في الوقت المناسب وغير المناسب. الجزء الدقيق المثالي يتحول إلى جزء مهووس بالدقة وموسوس بالمثالية بشكل معيق ومعطل. الجزء المسكن يستخدم المخدرات لتسكين الألم. الجزء اللطيف يستخدم الإغواء للحصول على القبول. الجزء المسالم يصبح مستسلم على طول الخط، وهكذا. تفقد نفسك السيطرة على أحد أو بعض أجزائها اللي بيقفز على مقعدها الأمامي وينطلق بيها بكل سرعة نحو هاوية المرض النفسي. طيب وبعدين نعمل إيه؟ نتخلص إزاي من المديرين والإطفائيين دول علشان ما ننجرفش نحو هاوية المرض النفسي؟ تصور بقى إن إجابة السؤال ده هي السبب في إني كتبت الفصل ده من أوله، وإن كل الشرح والتفصيل والإحاطة اللي فاتوا كانوا بمثابة البوابة اللي حبيت أدخل منها وأدخلك معايا للكلام اللي جاي، واللي أنا شايفه أهم حاجة وأول خطوة في سكة أي تغيير حقيقي. خد نفسك شوية
ويلا نكمل. الخطأ الأول اللي بيرتكبه أي حد قصاد أي جزء مش عاجبه في نفسه هو إنه يرفض هذا الجزء ويقرر التخلص منه ويبدأ يتخانق مع حتة منه خناقة صعبة جدا تستنزفه وتنهكه على كل المستويات. ما احنا عارفين ده يا دكتور، انت قلت في كتاب علاقات خطرة اننا مهم نقبل الحزن والضعف والخوف وما نرفضهمش لانهم مشاعر طبيعية موجودة عند كل البشر. لا، مش هو ده اللي اقصده. انا هنا مش بتكلم عن المشاعر والاجزاء الطبيعية اللي جوانا اللي طبعا مهم نقبلها وما نرفضهاش. انا بتكلم عن الاجزاء المريضة اللي جوانا. ايه ده؟ يعني عاوزني اقبل الجزء المكتئب فيا؟ عاوزني ارضى بالجزء الجبان مني؟ عاوزني استسلم للجزء العصبي او الموسوس او الاعتمادي او المدمن؟ في الحقيقة وبالفم المليان نقبل كل حاجة واي حاجة لو عاوزين نتغير بجد. بس خلي بالك، نقبل مش معناها نوافق، ونقبل مش معناها نرضى، ونقبل مش معناها نستسلم. نقبل معناها نفهم هو الجزء ده جه ليه وعاوز ايه. نقبل معناها نشوف هو الجزء ده ظهر امتى وظهر ازاي. نقبل معناها نعرف ايه وظيفته وليه قرر يؤديها بالشكل ده. نقبل يعني نقرب ونتكلم ونتفاهم ونتفاوض، نقرب من الجزء المتمرد فينا، نتكلم مع الجزء المعطوب داخلنا، نتفاهم مع الجزء غير المتزن منا، ونتفاوض مع الجزء اللي قرر عنوة انه يتولى دفة القيادة، لانه لما ظهر لسبب هو شايفه منطقي، والهدف هو شايفه مهم، والوظيفة هو شافها حتمية. الجزء المكتئب ظهر علشان يقلل سقف توقعاتك من الدنيا ومن الناس، فما تستناش حاجة من حد وما تتوجعش تاني. الجزء الجبان ظهر علشان يبعدك عن أي مصدر خطر حتى ولو كان بسيط، لأنك مش هتستحمل مزيد من التهديد اللي دقت منه كتير. الجزء الاعتمادي ظهر علشان شاف إن دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن يجنبك بيها الرفض. الجزء المدمن ظهر علشان الألم كان شديد وكان محتاج مسكن قوي لدرجة التخدير. والجزء الموسوس المثالي ظهر علشان دي الطريقة الوحيدة اللي كانت هتجيب لك الرضا من اللي حواليك. كلهم ظهروا علشان يحموا الجزء المجروح جواك. كلهم طلعوا علشان يدافعوا عن الحتة المكسورة منك. كلهم اتوجدوا علشان يحرسوا ما يتبقى من نفسك. أول بقى ما تفهم ده وتعرفه وتتأكد منه، وأول ما يحس هذا السائق المتهور والقائد الأرعن إنك سمعته وصدقته وتعاطفت معاه وبطلت تحكم عليه، هتحصل مفاجأة اللي بتؤكد بكل دقة إن كل ما هو داخلك هو جزء لا يتجزأ من عائلتك النفسية وقطعة مهمة من بازل حياتك حتى لو ضلت طريقها لبعض الوقت. اللي هيحصل هو إن هؤلاء الحراس والمدافعين هيحسوا إنهم مش مضطرين يفضلوا في نفس حالة التأهب القصوى، ما انت خلاص فهمتهم. وإن المديرين والإطفائيين هيكتشفوا إن دورهم ما عادش مناسب زي الأول، ما انت خلاص حسيت بيهم. وإن هذا الوحش الكاسر والغول الضخم آن له أن تخور قواه ويسلم أسلحته ويتراجع عن القيادة قليلا. هيحصل كمان إن كل دول يفكوا الحصار عن الجزء المجروح اللي جواك واللي كان مستخبي وراهم ومتداري بيهم ومحمي عن طريقهم. ويا سلام لما يلاقيك مستنيه ومهتم بيه وفاتح له حضنك، فاتح حضنك لنفسك، حبيبها ومقدرها ومسامحها، شايفها وحاسسها ورحمها، معاها وليها، مش ضدها ولا عليها. وهنا وعند النقطة دي تحصل عملية التئام طبيعية، زي الالتئام اللي بيحصل بعد العمليات الجراحية اللي بيكون دور الجراح فيها فقط الفتح والاستكشاف ثم تقريب طرفي الجلد من بعضهم وترك الباقي لجسد صاحبه. تاني، يعني أقبل الجزء الشكاك اللي فيا؟ أقبله، بس ما وافقش عليه. أعرف أصله إيه وظهر ليه وإمتى واستخدمه في وقته وفي مكانه. طيب، أقبل الجزء العصبي المتهور اللي مني؟ أقبله، بس ما سلمش ليه، أحاوره، أفهم وظيفته اللي طلع يؤديها وقرر إني أؤديها بالجرعة المناسبة لو احتجتها في يوم من الأيام. وبرضو أقبل الجزء المدمن بتاعي؟ طبعا أقبله، مش هرضى بيه. أسأله أنت موجود ليه وعاوز إيه، وأقول له كتر خيرك شكرا، أنا هعلمك طريقة تانية نتعامل بيها مع ألمنا العميق. في إحدى الجلسات العلاجية
قدرنا أنا والعميل اللي كنت شغال معاه نوصل للجزء اللي جواه اللي بيقلل منه ويهز ثقته في نفسه ويلومه ويحسسه بالذنب على أي حاجة بيعملها. وقررنا إننا نتحاور مع الجزء ده ونسأله أنت موجود ليه؟ في إطار تمثيلي درامي. وده كان رده: أنا بضغط عليه علشان أنا متصور إنه مش قد المسؤولية، أنا متصور إنه ضعيف، أنا شايف إني كده بحميه، لو خرج هيتأذي، هو ما عندوش خبرة، أنا مش عاوز اللي حصل له قبل كده يتكرر تاني، أنا متصور إنه حتى لو بدأ مش هيكمل، هيقف في نص الطريق. في جلسة تانية مع عميلة أخرى شفنا الجزء العصبي الغاضب المندفع، ولما كلمناه قال لنا: أنا جيت علشان أخد لك حقك، أنا اللي بحميكي، من غير انتي عاجزة، من غير انتي خايفة، انتي طيبة وهبلة وأنا الدرع بتاعك. وبعد ما فهمنا الأجزاء دي وقبلناها وحسينا بيها واكتشفنا وظيفتها اللي كانت بتؤديها ببعض من الرعونة، شكرناها وقدرناها وامتنينا ليها واستأذناها في الإفراج عن الجزء الجريح المختبئ تحتها والخروج بيه إلى النور. وأول ما طلع وأول ما شم نفسه اتكلم وقال: أنا فعلا اتأذيت، بس مش هينفع استخبى على طول، أنا فعلا اتجرحت، بس مش الحل إن أفضل في الضلمة، انتوا فعلا حاولتوا تحموني وتحافظوا عليا، بس كفاية لغاية كده، أنا محتاجة أعيش، أنا محتاجة أحيا. حل المشكلات والصعوبات والأمراض النفسية من وجهة نظر نظام العائلة الداخلي مش هو التخلص والاستئصال والرفض، الحل هو الاقتراب والفهم والتصالح، أقرب من أجزاء نفسي وأقبلها كلها على بعضها، فكل جزء ياخد حجمه ويرجع مكانه. أفهم كل حتة مني واحتويها واستوعبها فتحميني بجد بدل ما كانت بتؤذيني وهي متصورة إنها بتحميني. أتصالح مع نفسي، أتراضى معايا، أتراحم بيا، أقبل الجزء العنيد اللي جوايا، ما هو حماني من الاضطرار إلى الاستسلام، أقبل الجزء الفاشل مني، ما هو كان إعلان لرفض الواقع الضاغط، أقبل الجزء المكتئب، ما هو حاش عني صخب الحياة وخذلان الناس، أقبل الجزء الجبان والجزء المقصر والجزء الغبي والجزء الغشيم والجزء الغلطان والجزء المجنون والجزء المعاقب. أقبلهم، مش هوافق عليهم ولا أرضى بيهم، أقبلهم لأنهم كانوا جنود رحلتي وحراس مشواري، لأنهم كانوا كدماتي اللي منعت عني كتير من الجروح، لأنهم كانوا خدوشي اللي أنقذتني من مزيد من الكسور. لما اتكلمنا في كتاب الخروج عن النص عن النفس الحقيقية اللي بنتولد بيها والنفس المزيفة اللي بنضطر نتحول ليها علشان نلاقي شوفان وقبول وحب اللي حوالينا، قلنا إنه مهم نستعيد نفسنا الحقيقية ونرفض التحول إلى نفس مزيفة هدفها إرضاء أي حد بأي شروط. لما اتكلمنا عن الطفل الحر والطفل المتكيف في كتاب علاقات خطرة، قلنا برضو إنه مهم نسمح للطفل الحر اللي جوانا إنه يعيش ويفرح ويعبر عن نفسه، ونبطل نكون طفل متكيف تحت الضغوط والظروف المشوهة اللي تعرضنا ليها. هنا بقى أنا بقولك إزاي ده ممكن يحصل من غير ما تخسر أي جزء من نفسك في الطريق أو تكسر أي حتة من روحك في السكة، من غير ما تبقى زي نينا بطلة فيلم بلاك سوان البجعة السوداء وبطلة آخر فقرة في هذا الفصل. نينا كانت راقصة باليه مطلوب منها تلعب دور البجعة البيضة والبجعة السوداء في أحد العروض. نينا عاشت طول حياتها بجعة بيضة طيبة مهذبة خجولة بتسعى إلى المثالية والكمال، بس دايما كان في حاجة ناقصة في شغلها وفي حياتها على الرغم من قدرتها الكبيرة على الدقة والإتقان والتحكم في كل التفاصيل. كان ناقصها التلقائية والمرونة، كان ناقصها عبق الجنون وروح المخاطرة وعنصر المفاجأة، كان ناقصها إنها تسيب نفسها في بعض الأوقات لأحاسيسها ومشاعرها. وعلشان تلعب نينا دور البجعة السوداء في العرض كان مهم الأول إنها تشوف البجعة السوداء اللي جواها وتقرب منها وتلتحم بيها. خلال رحلتها شافت نينا خوفها المرعب ورغباتها الدفينة وجنونها المستخبي، ومع كل خطوة كانت بتخطيها كان بيظهر إبداعها أحلى وتبان تلقائيتها أكتر وتحرر نفسها من قيود قديمة كتير ساهمت فيها تربيتها القاسية. بس نينا ما استحملتش الرؤية وما قدرتش تقبل أو تستوعب اللي شافته وعاشته، علشان كده كانت نهايتها المأساوية. انت بقى وأنا وكل واحد فينا محتاج يشوف البجعة السوداء اللي جواه ويستحمل اللي هيشوفه ويقبله، ما ينكروش ولا يخاف أو يهرب منه. يمكن نكتشف عن نفسنا حاجة جديدة،
يمكن نكمل اللي ناقص منها بيها، يمكن نلحم الطيبة بشوية دهاء، يمكن نضيف للتهذيب شوية جرأة، يمكن نخلط مع الخجل شوية إقدام. يمكن نكتشف إن المثالية الحقيقية بتبدأ من قبول الأجزاء اللي مش قابلينها في نفسنا، وجمع الأجزاء دي في كل واحد متكامل، وإن الجمال الحقيقي هو شوية من الأبيض على شوية من الأسود بينهم كل ألوان الطيف، شوية من الوهج على شوية من الضلمة بينهم كل درجات النور، وإن الكمال الحقيقي هو التحام فجورها بتقواها وتكاملهم والتحامهم ثم التئامهم، وإن هو ده أصل الطريق، وإن هو ده شرف الرحلة، رحلتك إنك تكون واحد صحيح. تقدر دلوقتي تعيد مقعدك للأمام وتفك حزام الأمان وتقول لنفسك الحمد لله على السلامة.